عمها اغتصبها وهي صغيرة. ما رح تكون كتير فخورة فيك. ماما انت كل مرة بتخبصي. كل اللي سألتكم إياه شو بتعملوا لما بتكونوا كرهانين كل شيء، ورديتوا عليه وأجوبتكم كانت كتير حلوة. بس أنا اليوم جاي أحكي لكم عن قصة زبوني إجت لعندي. هالزبوني كانت عايشة بضياع بظلام يلي بدكم إياه. عمها اغتصبها، أمها متوفاية، أبوها محشش، أخواتها مو سألانين عنها، وأهالي عيلتها ما بتحكي معهم. يعني لما عم بحكي لكم القصة عن جد دقيقة هون وقع الدبانة. لما عم بحكي لكم القصة بتقولوا قصة كذب، قصة ما حقيقة. راحت اتجوزت هالمخلوقة وجوزها كان على أضرب، كان بيضربها. قالت له إنه خلينا نجيب أولاد، قال لها إذا بدك تجيبي أولاد روحي اشتغلي مشان تعرفي تصرفي عليهم بس تجيبيهم. المهم طبعا أنا هون قاعدة عم خبص بدهان، نسوني أنا وركزوا معايا بالقصة. المخلوقة كان بيجيها هوس بيقول لها إنه روحي انتحري، زدتي حالك قدام سيارة، قتلي حالك، قتلي أولادك. كان في شيء بيردعها، شو هالشيء ما كانت بتعرفه، لدرجة إنه مرة راحت على مكتبي وكان في كتاب مكتوب عليه السلام الروحي. أخذت هالكتاب وبلشت تقرأ فيه. طلع هالكتاب بيحكي عن إنه كيف فيك تبدأ حياة جديدة نظيفة وكأنك انولدت من جديد. هون أنا على الشباك لسه مسابرة عادي نسوني. المخلوقة أخذت هالكتاب قرت فيه كم صفحة ورجعته. رجعت تاني مرة على المكتب لما كانت عن جد متضايقة وبلشت تقرأ فيه. أتار هالكتاب عم يحكي عن شعور الأمل والسلام بس عن طريق الديانة الإسلامية. حبت المخلوقة تفهم أكتر عن هالديانة، جابت كتاب بيحكي عن كل الديانات، وبالآخر اجت هالمخلوقة لعندي وقالت لي نهاد انت كيف ما بتحكي لي عن الديانة الإسلامية من قبل؟ بس اجت وهي متحجبة. أنا أول شيء ما عرفتها، قلت لها هي أنت؟ قالت لي إيه هي أنا. قالت لك كيف ما بتحكي لي عن هذا الشيء من قبل؟ أنا اتطلقت وهلأ عم عيش حياة جديدة، لأن هي غابت فترة تنقلية. تعرفت على شيخ عم يعرفني أكتر على الديانة الإسلامية وكتير مبسوطة ومرتاحة بحياتي. وبتعرفي شيء، أنا كل ما أجينا عندكم ابتسامتك يلي كانت تعطيني إياها أول ما فوت على المحل تخليني أحس بالأمان عندك بالمحل. شكرتني كتير وقالت لي أنا مرة أجيت لعندكم الساعة 7:30 الصبح وكنتوا حاطين قرآن بالمحل. حسيت إنه أنا كتير بنتمي لهالمكان وحبيت كتير ديانتكم، وأنا هلأ صرت مسلمة ورايحة على عمرة، قولي لي شو جبلك معي. هالمخلوقة عن جد طلعت بتقلي على حسب قولها إنه طلعت من الظلام للنور. كتير تأثرت بقصتها، ما بعرف ليه، انت شو رأيكم؟ ماما شوفوا أنا شو عم خبص دقيقة. أو شوف ماما شو رح تقول. أمي أكيد رح تنبهر لما تعرف قديش بنتها موهوبة. أنا بهالمحل عم بسمع قصص وعجائب، شي بيتصدق وشي ما بيتصدق. ماما انت كل مرة بتخبصي. ما حلو؟ كل مرة لا بتغير هاي المرة لو سمحت الغلط مو مني، الغلط بدهان. وبعدين شو هذا دهان للحيطان ما للبلاستيك. ايه انا شو بعرفني، انا فكرت كل علبة دهان هي علبة دهان. عندك شي شباك دهلك يا؟ لا حبيبتي متأكدة؟ لا انت بالقطة. ترى هلا بتراجع بقراري. لا انا اللي بدك اياه انت عندك. طبعا مناقشتهم ما خلصت، بس احكوا لي انتوا شو رأيكم؟